حبايبي هذا البي تي 4 راح اشتغله بكيلو طحين، وبالدهن العادي الجنة مقدار البيت. واللي يحب يقسمهن على 2 شلون ما اشتغل يقسمهن على 2. هسه نحتاج كيلو طحين، راح نستعمل 600 غرام دهن، 600 غرام و400 شكر و300 مي. تابعوا الخطوة اللي راح اشتغلها، الطحين ودهن بعدين المي والشكر. هسه نجي على المي، هذا كوب كامل، هذا كوب مي وتقريبا ويا ملعقة مال اكل اللي هي هاي ملعقتين، هاي 1 هاي 2. هذني ما يعادل 300 غرام. 300 غرام الشكر، هذا كوب، هذا 1. كوب ونص، هذا الثاني، يعني كوب ونص العفو. هذا صار كوب ونص. شو نسوي؟ نذوب الشكر ويا المي، نخليه على صفحة. هسه ذلي ذابن الشكر ويا المي على صفحة. نجيب هاي صينية الطاسة، هذا 1، هذا 2، هذا 3، هذا 4، هذا 5، هذا 6، وهذا الربع. هذا صار هذا كيلو عدل. هذا أول كوب مال دهن، دهن جنة أو زبد عادي. يلا راح اشتغله بالدهن. الكوب الثاني دهن وياهن ربع كوب، يعني كوبين وربع أو كوبين ونص حتى يصير 600 غرام. هذا النص، كوبين ونص دهن. هسه نجي نعجن باليد، كله باليد. نظل نعجن، خلي الطحين والدهن هيك، الطحين يضع بالدهن. هذا الشكل المطلوب. هاي البي تي 4 كيلو واحد، خلينا كوبين ونص دهن، 6 كواب وربع طحين مثل ما طلبتوا طبعا، لان اغلب البنات يقولون ما نجحت، يجوز ما ضابطين المقادير، ويجوز اصلا ما مشتغليها، بس ما يخافون لا يتورطون. هذن الكيلو تقريبا يطلع لنا كيلو ونص بي تي 4 تقريبا او 3، ويا الحشوه ويا المبروش، يعني هي وتزيين. هذا طبعا القوام المطلوب قبل المي والشكر. هسه ندير عليه المي والشكر. هسه هذا القوام المطلوب عندنا. اكو وايد ناس تنشر، اكو بالبيض واكو بس دهن بدون مي. هسه شفتوا هذا القوام، هذا القوام المطلوب عندنا قبل المي والشكر. نجي المي والشكر هذا اللي نديره، نخطه خطه خفيفه. تديروا بالتدريج، تديروا مره واحده عادي. المهم هسه نجي نعجن ويانا لما يتجانسن كليتهم.
خلينا كوب مي ويا ملعقتين مع الاكل المي، وشكر خلينا كوب تقريبا ونص، مو نص، اي كوب ونص. صار عندي احلى من عجين الخلاط. يعني مرات عندي يطلع ملكلك، هسه باليد شلون طلع عجين مرتب وحلو. هذا العجين نكهة الفانيلا اختيارية، تخلون ما تخلون عادي، لا حليب ولا غير شيء. هسه ايش راح اسوي؟ راح اخليها بكيس مال حلواني، كيس الشغل، راح اصبها بصاجة. تابع. هسه نجي نشيل شو اسمه بالكيس العجين، هاي يصير صبتين، يعني نسوي مرحلتين بالصب. اول طريقة نطلع الهواء بالكيس، هسه نجي نصبه بالصينية. هسه نجي هاي النتيجة النهائية مالته، طبعا ايش راح يطلع. نجي نصب الاشكال بكيفكم. هسه انا جاي اشتغل هاي العادية، تيجي تشتغلون الشكل الثاني حلو، تبدون بيها من هنا هيك، انتو حسب رغبتكم بعد. اكو شكل ثاني بس بالفورمة الارفع من هاي هم راح نسوي، اللي هو هيك مدور. هذا ما يتطبق، هذا مجرد نستل الصدق بالوجه ويتقدم. عجينة حلوة خفيفة ما بيها قوة، وبس بالدهن بدون زبد اشتغلتها، والدهن بحرارة الغرفة. هسه الكيلو طحين طلع عندي ذن الصينيتين، تشوفوهن. راح ندخلهم فرن على درجة الحرارة 180 فوق وجوه، والوقت 15 دقيقة، وافرهن وانطيهن 7 دقائق، يعني يصير الوقت 22 دقيقة شويهن. اذا ردتوا لون اكثر يصير على ذهبي انطوهن 25 مو مشكلة. هاي خلص البيتي فور شو مالته، اخذ تقريبا 25 دقيقة. شوف الشعب مالته هيك يعني جوزي، هذا هيك التطبيق مالته بالنص حشوة او مربى كيفكم، اي شيء ينطبقن ويتغطسن، اذا مثلا بشيرة خفيفة وبالمبروش او بنستلة ومبروش عادي. ان شاء الله استفادتوا من عنده.